انا عايز اخش على نقطة مهمة جدا. البيمنت بلان بتاعت السيرفيس ده ابارتمنتس حاجة كده من الحاجات اللي انا يعني لمست حتة في قلبي. الموك اب الجميل اللي انتوا عاملينه، واللي فعلا لو الكلاينت نزل يعني حاجة بروميسنج جدا. فقول لي الاتنين بعد اذنك. ماشي، انا هبدا بالبيمنت بلانز. احنا البيمنت بلان عندنا في السيرفيس ابارتمنتس 5% مقدم على 7 سنين، وفي 5% upon delivery. ماشي. وقت الاستلام بندفع 5% تاني. ماشي. طبعا مع مينتننس 8%. بالنسبه للموك اب خلصنا 2 يونتس، واحده 2 بادرومز، واحده 3 بادرومز فولي فينيشد بالاي سيز. انا عايز تعملوا لي 1000 متر البنت هاوس ده وهاجي اشوفه ازاي، او ادوني على لا ده لما يخلص بقى. لما يخلص بقى. عندنا موك اب زي ما بقول لك يا محمد اوريدي فولي فينيشد بالاي سيز، بالباثرومز بتاعتهم، بكل حاجه، بالسمارت سيستم اللي عندنا، بالسمارت لوك اللي بره على الباب. فاللي بيجي يشوف الموك ابس عندنا بياخد الفول اكسبيرينس بتاع اليونت اللي هو هيستلمها. خليني اقول حاجه، ده ريل استيت شو مش لاي مطور، للمطور اللي شايف ان هو عنده فعلا منتج يستاهل زي ذا ارك وده ارك ايست. مشروع بيضيف للسوق، بيقدم فاليو، وبيدي قيمة للمستهلك وللمستثمر، مش بس فكرة بيع وشراء. احنا بنبني هنا بورتفوليو نوت هايب. لو شايف نفسك مطور عندك منتج يستاهل فاهلا بيك، غير كده السوق مليان. لو انت مستثمر وبتدور على فرصة حقيقية تابعنا، وده شرف لينا. ولو انت مطور وعندك منتج حقيقي يضيف للسوق وللكلاينتس، سواء كانوا مستثمرين او اند يوزرز، فالمكان ده بابه مفتوح ليك. ده ريل استيت شو هو مكان للكبار بس. ندي كريديبيليتي للديفلوبرز والمطورين عند العملاء، ونساعدهم في ان هم ياخدوا القرارات الصح. ابعت كلمة انفستمنت او بارتنر ونبدأ شغل حقيقي. حابب اشكر ضيفي عمر بيقنديل اللي شرفني من شركة ذا ارك، ونسمع منه لو حابب يقول لنا حاجة في اخر الحلقة. حبيبي يا محمد، بجد انا مبسوط قوي اني طلعت في ذا ريل استيت شو. مبسوط طبعا، اتشرفت بيك واتشرفت بمعرفتي بيك. بالعكس احنا اللي اتشرفنا بذا ارك حبيبي. ثانك يو على اليوم الجميل ده. وبمناسبة شهر رمضان، شيخ ما يجيش ايده فاضية. كل سنة وانتوا طيبين. واللي اتفرج على الحلقة للاخر انا محضر له مفاجأة، اوعى تقول لحد ما اتفرجش على الحلقة للآخر. ديسكاونت 5% عند ذا ارك. تستخدم كود شيخ تاخد 5% على ال2 بادرومز وال3 بادرومز في ذا ارك ايست. كل سنة وانتوا طيبين. اسمع صوتكم على خير، ونتمنى يا رب نخدمكم ونفيدكم في كل مرة بنطلع فيها عليكم. شكرا.